السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع النهارده مهم جدا وكتير بيسالوني ليه المصريين مش بيلاقوا شغل بسهوله في الامارات. في الفيديو ده هنتكلم بصراحه وواقعيه عن اهم الاسباب اللي بتخلي ناس كتير بتيجي الامارات تدور على شغل وما تلاقيش، وهنتكلم كمان ازاي تتجنب الاخطاء دي وتزود فرصتك انك تلاقي فرصه كويسه وتلاقي شغل كويس. بس بفكرك باللايك بتاعك والاشتراك في القناه، ولو عندك اي سؤال اكتبهولي في الكومنتات وانا هرد عليك. وتعالى بقى نبتدي باول سبب، وهو المنافسة الشديدة في سوق العمل في الإمارات. أنت في البداية لازم تعرف إن سوق العمل في الإمارات مش مفتوح للمصريين بس، لا ده في جنسيات تانية كتير زي الهنود والباكستانيين والفلبينيين والسوريين والأردنيين، وحتى كمان الأوروبيين والأمريكان كمان. وكل جنسية ليها مميزاتها وشبكة علاقات قوية جدا. زي مثلا هقول لك موقف حصل معايا أنا بالذات في بدايتي هنا في الإمارات. كنت بقدم على وظيفة وقاعد مستني دوري عادي في الانترفيو، ولقيت بقى معظم اللي معايا هنود، وكانوا بياخدوا وقت في المقابلة كتير قوي، يعني ممكن الواحد بيقعد جوه يعني ربع ساعة تلت ساعة. فما كنتش فاهم ليه، ولما دخلت بقى دوري كان الاتش ار لقيته هندي ما كملش معايا تقريبا 5 دقايق. طبعا ما اتقبلتش في الشغل. فمن الواضح ان الاولويه بتبقى لنفس الجنسيه. حتى يعني هتلاقي شركات تقريبا كلها هنود ما بيشغلوش غير الهنود تقريبا، يعني ما بيشغلوش عرب بس. تلاقي 2 3 مثلا ممكن يكون عرب، ده لو حد مثلا يعني محتاجينه قوي، لكن باقي الشركه بتبقى كلها هنود. هتلاقي سكرتير هنود وحتى الامن هنود وكل اللي في المكاتب هنود والمديرين هنود، كله هنود. فهتلاقي هنا جنسيات واخده حيز كبير قوي من الفرص في الشغل، بالاضافه كمان ان هم بيقبلوا بمرتبات ضعيفه لان فرق العمله عندهم كبير، فمش بيرفض اي مرتب بيجي له. عكس المصريين مثلا عايز مرتب يقدر يعيش بيه ويحول لاهله حاجه، يعني مش بيلاقي المرتب اللي في باله في البدايه، او مش بيلاقي الشغل خالص حتى لو بمرتب قليل. فعلشان كده كتره الجنسيات هنا والطلب على الوظائف بيخلي المنافسه قويه جدا. فالنصيحه ليك انت لازم تجهز سي في قوي احترافي، وتكون عارف ازاي تقدم نفسك بشكل مختلف. مجرد انك عايز تشتغل مش كفايه، لازم توري صاحب العمل او انت رايح المقابله، لازم توريهم الاضافه القويه. وده كان اول سبب انا بتكلم فيه. تاني سبب انك مش محدد لنفسك هدف معين. يعني كتير من الشباب مثلا تساله انت مسافر هتشتغل ايه بالظبط او هتدور على ايه كشغل، يعني يقول لك انا هشتغل اي حاجه اللي هلاقيه قدام انا هشتغله. وده طبعا بقى اكبر غلط ممكن الواحد يغلطه في الامارات وانت مسافر جديد، انك مش محدد انت عايز ايه وهتشتغل ايه. لانك انت ببساطه انت نفسك مش عارف انت عايز تشتغل ايه او شاطر في ايه عشان تركز وانت بتدور على شغل على حاجه معينه. انت تقريبا يعني هتدور بشكل عشوائي ده مبدئيا، وهتشتت نفسك وغالبا مش هتلاقي شغل لانك مش حاطط هدف معين قدامك او قدام عينيك بتدور عليه. انت مش عارف انت تكتب ايه في السي في، فاهم؟ من خلاله انت بتقدم على الوظائف اللي انت كاتب عليها في السي في. فانت لو انت بتدور على اي حاجه وانت كاتب ايه في السي في حاجه معينه بتدور عليها، تمام؟ فانت شتت نفسك. وحتى لو حد هيكلمك على مقابله انت كاتب ايه في السي في، في بتاع ايه، كاتب السي في بتاعك ايه، وتبقى محضر نفسك هتتكلم هتقول له ايه في المقابله عن نفسك وعن خبراتك وعن شغلك وهدفك ايه وهتضيف ايه في الشغل الجديد. كل ده انت مش محضر له عشان انت نفسك مش عارف انت عايز تشتغل ايه، مستعد تشتغل ايه، فانت مشتت نفسك، فاهم؟ فانت عايز تشتغل ومستعد تشتغل اي حاجه. هما الانترفيو لما بيلاقي حد عايز يشتغل اي حاجه مش حاطط يعني حاجه قدامه، فعارف ان انت مش هتضيف له شيء، انت كده كده عايز تشتغل اي حاجه وباي مرتب، فاهم؟ فمن الاخر يعني انت مش هتملى عينيه. فانا عايز اقول لك انك مش هتجيلك حاجه اصلا عشان انت مش حاطط لنفسك هدف او كارير معين بتدور من خلاله على شغل. فانت لازم قبل ما تسافر تعرف امكانياتك وقدراتك ايه وخبراتك ايه، ومجهز سي في احترافي محترم علشان تحدد انت هتدور على شغل في انهي اتجاه. وحدد هدفك وما تشتتش نفسك، لان صدقني 80% من اللي بيجوا مش بيلاقوا شغل بيبقى عندهم نفس الفكره دي، ان هو انا هشتغل اي حاجه هلاقيها قدامي. فخلي بالك من النقطه دي كويس. تالت سبب بقى وهو كثره التخصصات او تشبع التخصصات بمعنى اصح. في تخصصات كتير هنا فيها تخمة كبيرة من العمالة زي المبيعات العادية أو الأعمال المكتبية البسيطة. فلما تيجي تدور في مجال مليان ناس والعرض أكتر من الطلب، طبيعي جدا إنك ما تلاقيش شغل بسهولة. لازم أنت تكون مختلف قوي عن الباقي علشان يبقى ليك فرصة في الشغل. فلو تخصصك مش مطلوب قوي، حاول انت بقى تطور مهارات اضافيه زي برامج الكمبيوتر او اللغه، وركز على مجالات فيها مثلا طلب مستمر زي التكنولوجيا المعلومات او التخصصات الطبيه او المهن مثلا او الكهرباء او التكييف او السباكه او السياحه. الحاجات دي يعني الحاجات دي كلها عليها طلب مستمر. رابع سبب بقى هي اللغه والمهاره الشخصيه. يعني كتير من المصريين برضو بيعتمدوا على اللغه العربيه هنا بس، لكن هنا اللغه الاساسيه في المقابلات هي اللغه الانجليزيه.
وفي نقطه كمان، في اصحاب عمل بيدوروا على ناس عندهم مهارات تواصل ممتازه، مش بس شهاده جامعيه وخلاص. فالناس اللي بتيجي من غير لغه هنا غالبا مش بيلاقوا شغل، وحتى لو لقوا شغل بيبقى شغل بمرتبات ضعيفه جدا، اللي هي اي شغلانه مش مطلوبه فيها اللغه الانجليزيه او حتى لغه تانية، هتلاقيها لغه يعني هتلاقيها شغل ما فيهوش مرتب كبير او ما فيهوش مستقبل. زي مثلا في مطاعم او كافيهات او عمال بيبقى الشغل فيها اجهاد، خصوصا في الصيف والحر. فما تبهدلش نفسك، حاول تجهز نفسك قبل ما تيجي انك ناوي تشتغل في وظيفه كويسه براتب متوسط، حتى تعوضك عن الغربه مثلا اللي انت هتيجيها، يعني تقدر تشيل منها فلوس لنفسك او تحوش منها مثلا للزمن، ما يبقاش مثلا اللي جاي على قد اللي رايح. الموضوع ده ما ينفعش صدقني. هنا الغربه ما دام انت قررت تتغرب وتسيب اهلك وناسك وبلدك وكل ده، ما يقيش بقى انت تيجي تروح تشتغل على فلوس اللي جاي على قد اللي رايح. لا، انت حاول تجيب فلوس، ولازم تشيل كل شهر حاجه، علشان اللي انت الغربه دي انت مش جايب ببلاش، الغربه دي ثمنها فلوس وفلوس كتيره. فانت لازم تشوف شغلانه، او لما تيجي الامارات تبقى حاطط في دماغك ان انت تشتغل شغلانه وتصرف على نفسك، وفي نفس الوقت تشيل على الاقل ربع الراتب، لازم تشيله على جنب، غير كده انت تقريبا جاي على الفاضي. خامس بقى سبب هو طريقه البحث عن شغل. كتير بقى بيجوا الامارات بيدوروا على شغل باسلوب تقليدي، يعني فاهم، بيطبع السي في وينزل يلف بيه على الشركات، يدخل شركه شركه يسلم السي في بالايد. وده زي ما قلت قبل كده، الطريقه دي بقت مش بتجيب نتائج خالص، لان معظم الشركات دلوقتي بقى التقديم بقى اونلاين، او على الموقع الرسمي بتاع الشركه، او عن طريق مثلا الايميل مع الاتش ار. فانت لازم تستخدم مواقع زي الانديد او لينكد ان، وتحدث البروفايل بتاعك على طول باستمرار، وتواصل مع الشركات التوظيف الموثوقه في الامارات. اهتم قوي بلينكد ان، والشركات بقت تنزل الوظائف عليه، حتى كل الاتش ار بتاع الشركات التقيله عندهم بروفايل على اللينكد ان ده، وبينزلوا الوظائف على الصفحات. فانت تابع اول باول الناس دي، هتلاقي بينزلوا وظائف باستمرار. انا نفسي بلاقي ناس كتير بتبعت لي رساله على لينكد ان، واضح ان يعني بشتغل في الامارات، انا كاتب ان انا عايش في الامارات يعني، فبيبعتوا لي ان احنا عايزين نشتغل في الامارات، وانا مؤهلاتي كذا وكذا. انا عايز اقول لهم انا مش اتش ار يا جماعه، والله انا عادي جدا في شركه، يعني في ناس بتسعى، يعني فاهم قصدي، وتدور. وبالتالي من قبل ما حتى يجوا الامارات، فدي حاجه كويسه ان هم بيحاولوا، يعني ناقص بس الطريقه الصح اللي هم بيدوروا بيها على الشغل في المواقع دي زي لينكد ان. سادس سبب بقى هو الناس بتيجي متخيله انها من اول يوم هتلاقي شغل بمرتب كويس وسقف احلامها بيبقى عالي قوي، بس الحقيقه ان البدايه بتبقى صعبه، ولازم تصبر وتبدا خطوه خطوه. على فكره هنا الخبره مش كل حاجه، اهم حاجه تكون ذكي وهادي وانت بتدور على شغل. خليك واقعي، يعني ممكن اول وظيفه ما تكونش المثاليه ليك، لكنها تفتح لك ابواب كتير او فرص كتير. يعني ما تقارنش نفسك باللي موجود هنا مثلا بقاله 10 سنين، كل واحد بدا من نقطه صغيره ووصل وعدل وضعه بالتدريج، فانت لازم تاخدها خطوه خطوه يعني. سابع سبب بقى من وجهة نظري هي ضعف العلاقات، بمعنى ان في وظائف ما بتنزلش في الاعلانات، بتبقى عن طريق المعارف وشبكات العلاقات اللي في الامارات بتبقى مهمة جدا. في حد طبعا يسألني يعني ازاي اعمل شبكة علاقات وانا لسه جديد في البلد، يعني هقول لك تعمل ايه. لازم تشارك في فعاليات ومعارض التوظيف، وابني شبكة علاقات على لينكد ان، وخليك دايما موجود ومتفاعل في جروبات الفيسبوك والتليجرام الخاصة بالوظائف. الحاجات دي بتفرق قوي يا جماعة في شبكة العلاقات، وبتبقى دايما انت عندك الابديت دايما يعني لو حد لقى شغل مثلا وانت موجود اكتف على طول، ممكن بيختاروك كمان، يقولوا لك مثلا ان في شغلانه في المكان الفلاني، فانت لازم تكون متابع اول باول. تامن سبب بقى، وده انا شايفه من اهم الاسباب اللي كتير بيقعوا فيها وهم مسافرين، وهي ان الواحد بيسافر الامارات مش بفلوسه، بيبقى مديون بالفلوس اللي جاي بيها، سواء بقى قرض او سلفه او دين عليه، او بيبيع حاجه عنده عشان يسافر بيها. وده في حد ذاته كارثه بالنسبه لي. مش معنى انك عايز تسافر وتحسن من وضعك انك تحط نفسك تحت ضغط رهيب بسبب الديون. انت مسافر بلد جديده ومش عارف هيحصل ايه، فدايما تفكيرك مشغول، انا لازم الاقي شغل، انا عليا ديون، طب لو ما لقيتش شغل هرجع ازاي، هسدد ديون ازاي. هتلاقي 100 سؤال على طول بتفكر فيه، خلاص دماغك مش صافيه، مشتته، مش هتعرف تدور على شغل بالطريقه دي. هتلاقي نفسك كل مقابله هتبقى متوتر وخايف وتخسر الوظيفه بسبب الضغط اللي عليك. لازم لما تقرر تسافر بتبقى محوش مبلغ معين ليك، مش مديون، مبلغ يكفيك مدة الزيارة، تكون مصفي ذهنك، مش عليك ضغوط، عشان لما تعرف تسافر وانت هادي مش مضغوط. دي نقطة مهمة قوي يا جماعة بجد، لانه كان ليا صديق، انا هقول لك حاجة، كان ليا صديق قرر يجي الامارات واخد قرض في مصر حوالي 100 او 120 الف جنيه، وسافر بيهم وعدى الشهرين وما لقاش شغل، وقرر بقى انه ما يرجعش خلاص. وطبعا ابتدى يعد عليه ايام المخالفه بعد الفيزا. تخيلوا بقى كميه التوتر والضغط اللي كان فيه بسبب الديون اللي في مصر، مش عارف يرجع، ومديون في الامارات فمش عارف يلاقي شغل.
لانه مخالف طبعا، محدش بيشغل حد مخالف، بقى يقع مع ناس تستغله ويشتغل معاهم فتره ومحدش يديله مرتب والامور اتصعبت على الاخر. فانت في غنى عن كل الامور دي. الخلاصه اللي انا عايز اقولها لك ان مش معنى انك مش لاقي شغل ان مفيش فرص، لكن في اسباب واضحه، مثلا في منافسه كبيره، في تخصصات مشبعه، ممكن ضعف لغه، طريقه بحث غلط. لو اشتغلت على نفسك وطورت مهاراتك هتزود فرصك بالطريق الصح وهتلاقي فرصه كويسه باذن الله. اكتبوا لي بس في الكومنتات ايه اكتر تحدي واجهك وانت بتدور على شغل في الامارات، وما تنساش تقول لي رايك، واشوفك في الفيديو الجاي. سلام.